يا صباح الفل، أو يا مساء الرضا، على حسب الوقت اللي انتوا قررتوا ان انتوا هتسمعوني فيه. حلقتنا النهاردة لون الذكريات. هو احنا ليه بنرتاح في ألوان معينة وبنحس ان في ألوان تانية تقيلة على قلبنا؟ الموضوع أكبر بكتير من مجرد تنسيق لبس أو موضة السنة. الحكاية إن كل لون بنلبسه شايل جواه حكاية قديمة ما بتتنسيش. عارفين البلوزة الصوف اللي لونها بيج وبقالها سنين في الدولاب ومش راضيين نرميها؟ لونها بهت بس لسه فيها ريحة اللمة والدفى بتاع زمان. طب والأسود اللي بنهرب فيه لما نحس إن العالم دوشة زيادة وعايزين نستخبى في هدوء عشان نلاقي لحظة سلام نجمع فيها نفسنا من جديد؟ أنا كفنانة بشوف إن الألوان دي هي اللي بتلون روحنا قبل لبسنا. الأبيض مش بس لون، ده نفس طويل بناخده بعد تعب. والأزرق مش مجرد درجة، ده وسع سما بنطير فيها لما أحلامنا بتكبر. احنا مش بنلبس قماش، احنا بنلبس مشاعر وبنختار اللون اللي يطبطب علينا النهاردة وانتي بتفتحي دولابك ما تدوريش على اللي لايق عليكي في المراية، دوري على اللون اللي بيحضن روحك ويطمنها. البسي اللي يريحك عشان راحتك هي أجمل من الألوان. كانت معاكم مروة مرعي، وفي لحظة سلام ونتقابل الحلقة الجاية. أحمر أحمر مثل الفراولة، الدنيا أحلى أحلى. أحمر أحمر مثل